فوز كيليان مور بالميدالية الذهبية في منافسات الجمباز الفني فجر موجة غضب كبيرة في فرنسا، خاصة أن الأخيرة كانت إلى وقت قريب تدافع عن راية البلد الأوروبي. ودخلت فخر الجزائر عام 2022 في صراع قضائي مع الاتحاد الفرنسي للجمباز، وذلك على خلفية عدم السماح لها بخوض البطولات المحلية بعد الإصابة الخطيرة التي تعرضت لها عام 2021 على مستوى ركبتها. وكرد فعل على المعاملة السيئة التي لاقتها من قبل الهيكل المشرف على اللعبة في فرنسا، قررت تغيير جنسيتها الرياضية بهدف تمثيل بلد والدها الجزائر. وبعد راحة إجبارية لسنة كاملة طبقا لما تقتضيه لوائح الاتحاد الدولي للجمباز، نجحت الأخيرة في تحقيق حلم والدها بتمثيل البلد العربي. بطاقة حمراء للاتحاد الفرنسي للجمباز. يتعرض الاتحاد الفرنسي للجمباز لحملة انتقادات واسعة على منصة إكس ذهبت إلى حد المطالبة بمحاسبة أعضائه بسبب تعاملهم السيء مع ملف كيليان مور، البطلة الأولمبية الجديدة في مسابقة المتوازي مختلف الارتفاعات ضمن منافسات الجمباز لفيني. وقال مغرد الأول في هذا الصدد: ينبغي إشهار بطاقة حمراء في وجه الاتحاد الفرنسي للجمباز الذي أضاع جوهرة ثمينة من بين يديه. وتابع مغرد ثان: الاتحاد الفرنسي للجمباز تصرف بشكل غير لائق مع البطلة الأولمبية الجزائرية. وقالت مغردة ثالثة: على الاتحاد الفرنسي للجمباز القيام بمراجعات بعد فشله الذريع في إدارة ملف كيليان مور.